السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معكم رامي قميحة، دكتور أكاديمي وارت دايركتور از فريلانسر. بصوا، أنا عملت تغييرات في القناة كتيرة قوي، لسه عاملها يعني بحيث إن الموضوع يكون مرتب. أنا مسحت حاجات بس هعيد تسجيلها تاني إن شاء الله بطريقة أفضل، كجودة جرافيك أو جودة صوت أو أيا كان، وهيعيد ترتيب كل سيكشن في القناة بطريقة مظبوطة إن شاء الله يعني. وده أول رجوعنا خلاص، وإن شاء الله هنكمل عليه. إن أنا همسك مواضيع في الديزاين، سواء أدوات أو سواء تكنيكس أو سواء مدارس أيا كان، ونطبق بيها بروجكت مع بعض ونعرضه على بعض كده ونشتغل فيه مع بعض وحاجات كتير يعني. خلاص، وهيبقى فيه شوية تيبس برضو، حاجات كتير إن شاء الله في الديزاين. فإن شاء الله يكون عودا حميدا إن شاء الله، وبداية موفقة المرة دي، وإن شاء الله خير. مش هطول عليكم، إحنا عايزين نعمل الديزاين ده أهو. كبره شوية. ده انا عملته بالدبل اكسبوجر. الدبل اكسبوجر اسمه التعرض المزدوج، شركة ادوبي بتقول عليه كده التعرض المزدوج. هو تداخل صورة جوه صورة او مجموعة صور جوه صورة. خلاص، فازاي عملناه او ازاي هنعمله؟ دلوقتي هنبدأ حالا في الشرح. اوكي، بصوا كده معايا. انا هكريت فايل نيو، قياس جديد. خلاص، قياس 1 to 1. يعني 1 to 1 يعني قياس الطول قد العرض، طبعا بالبكسل. فأي قياس في الطول مش مشكلة، خليه مثلا 1200 طول، وبرضه الهاي 1200 نفس الموضوع. الريزوليوشن بتاعنا بيكون عالي شوية عشان جودة الصورة تبقى كويسة. 300. طبعا نظام ألواننا RGB عشان حاجة مش هنطبعها يعني. خلاص، ونعمل كرييت. طيب، هو ده مش شرح قوي الادوات، فاللي شاطر شويه بس، مش شويتين، شويه بس في الديزاين او عارف اساسيات يتفرج على الفيديو هيستفيد جدا ان شاء الله. طيب، بصوا كده معايا. انا جايب هنا في الملفات الصوره دي من شاتر ستوك. خلاص، هسيبها لكم في الديسكريبشن او وصف الفيديو يعني. هدخلها في صفحه جديده، دراج دروب كده. هبص خلفيتها عادي بالذكاء الاصطناعي او اي طريقه تعجبكم يعني. هفتح في الصوره ويندو وبروبرتيز واختار تحت ريموف باك جراوند. دي طريقة مش صعبة، وفي أكيد أحدث منها وأحسن منها، بس أنا برتاح لدي يعني الصراحة يعني. أوكي، فهي الخلفية سوليد سادة من غير ألوان، هو لون واحد وألوان الراجل غير ألوان الخلفية، فالموضوع مفروض مش هياخد وقت، أو هيكون سريع وهيكون دقيق، والقص هيكون احترافي وكل حاجة، عشان في تباين في الألوان، في اختلاف في الألوان. أوكي، زي كده. ففعلا قص الصورة بنجاح. هقفل القايمة، هاخد الصورة دراج ودروب في الملف بتاعنا، هدخلها كده في الصفحة، واقفل الصفحة التانية خلاص، مش عايزها في حاجة. اوكي، اعمل لها كلوز واعمل نو، مش عايزها في حاجة خلاص. واخلي الطبقة كليك يمين سمارت اوبجكت، كليك يمين كونفيرت سمارت اوبجكت. انا في دماغي بعد معين للديزاين، انا مش عايز في الديزاين يكون بس اللي موجود، في الديزاين كله يكون بس اللي موجود الجزء ده. ثانية واحدة، اللي هو ده. انا كل اللي عايزه في الديزاين الراجل وشه، بس وشه جانب بسيط من الرقبة يعني كده. ده اللي عايزه كله، الايه السبوت عليه في الديزاين، الكادر بتاع الديزاين عليه. مش عايز حاجة تانية، مش عايز حاجة تانية. فاروح كنترول تي واكبر بالالت، ليه بالالت؟ عشان اكبر من السنتر كده زي ما انتم شايفين. خليه مثلا كده، كنترول تي ونكبر تاني عشان ماسك بس القلم بتاع الجرافيك تابلت، في ساعات ايه هيز شوية. خلاص، انتر. ده الكادر اللي انا عايزه. اوكي، طيب. معانا في الملفات صورة سما، وصورة جبال، وصورة سحاب، حاجات كتير قوي في الصورة دي يعني. هعمل لها دراج ودروب في نفس الملف كده، وتكون الصورة فوق الراجل مش تحته. اوكي، واكبرها شوية حسب الكادر اللي انا عايزه.
انتر، واعمل لها ايه؟ كلابنج ماسك. يعني كلابنج ماسك يعني ندخل اللاير ده جوه اللاير ده المعنى الصريح للكليبنج ماسك، ندخل لاير جوه لاير. خلاص. في منه اشكال كتيره هعرضها لكم بعد كده ان شاء الله. وليكن دي الطريقه الاولى، ان عندي صوره بخلفيه في صوره شفافه اهي تدخل جواها، فاختار الصوره كده واعمل لها كليك يمين في المكان الفاضي برضو، كرييت كليبنج ماسك. حلو الكلام لحد دلوقتي؟ في مشكله؟ اظن الموضوع بسيط لحد دلوقتي. ففي قائمه بلند مود، قائمه اللايرز دي يا حلوين، بصوا كده معايا، فيها فوق قسم اسمه نورمال، ده قسم البلند مود. يعني بلند دمج، بيدمج حاجه مع حاجه. فالقسم ده اللي قدامنا فيه نورمال ده، لو حد فتحه كده بالسهم هيلاقي جواه اقسام كتير، اشكال كتيره واسماء كتيره، اسماء كتيره. ففي قسم منهم قسم اللي هو ده، اللي هو لو قلنا ده قسم وده التاني وده التالت، يبقى تالت قسم اللي هو فيه لايتن سكرين كلر دوتش. القسم ده هو اللي مختص اكتر باللي انا عايزه في النهارده يعني. فلو اخترت ايه؟ سكرين او لايتن، الاتنين عاجبني، بس لايتن اقوى. لايتن عامل لي في الراس لون كده ايه، تحسه رمادي، يعني لما دمج السمع مع الراجل اداني لون تدرج رمادي، فعجبني شويه بصراحه. سكرين برضه بيدمج بس اداني تدرج خفيف شويه، اللايتن باين تضاريس اكتر، فانا همشي مع اللايتن. اوكي، ارجع قائمه زي ما كانت كده. اوكي، وابدا بقى ناخد تكنيك الماسك. ان انا تحت عندي في الطبقات برضه في ماسك، لو عملت كليك عليه على نفس اللاير ده، نفس الصورة هي دي، عملت لها تحت ماسك كده اهو، عمل لي ماسك ابيض. طول ما الماسك ابيض ولسه مكريته يبقى هو الصورة هتكون ظاهرة. انا عايز اخفي جزء من الصورة ما يكونش ظاهر، بس عشان كده عملت ماسك. طب ليه ما مسحتش بالاستيكة بالاريزر؟ عشان استيكة هتمسح خالص، انا مش عايز امسح خالص، عايز اكون ايه في مرحلة امسح وارجع، امسح وارجع، كده. فده حل ماسك. الماسك بيخليني بعمل اخفاء واظهار بطريقه حلوه قوي. اوكي، امسك فرشه عادي، طول الماسك ابيض يبقى الفرشه تكون لونها اسود. خلاص، عشان امسح، همسح ايه بقى؟ هكبر الفرشه بالدال شويه او بالجيم اصغرها، ايا كان انتوا عايزين ايه، وامسح التاثير من تحت. انا مش عايزه في الدقن ولا في الجسم ولا اي حاجه، واصلا مش عايز الجسم، انا همسحه كمان شويه برضه. اوكي، عايز بس اثر على الجزئيه دي كده بس. يعني عايز تاثير السما اكتر مع تاثير الجبال في الجزء ده في الراس. طب برضو يعني هو حلو، بس فين الفكرة فيه؟ الفكرة جاية حالا. بصوا كده، لما اعمل في باك جراوند تحتها، يعني تحت الصورة اقف على الباك جراوند واعمل ادجستمنت واختار سوليد كلر، لون الخلفية غير الابيض، ما عندي لون ابيض للخلفية، انا مش عايزه ابيض، عايزه مثلا درجة تانية، فاختار سوليد. بصوا، فتح لي القائمة بتاعت الالوان، فتحها لي اهي، وبطلع بايديا براها، اتحول القائمة اتحولت لايه، قطرة. فاختار مثلا درجة من درجات الصورة، فاختار درجة السمع. بصوا كده معايا التركاية دي، دي التركاية بتاعت الديزاين، دي اللعبة او التكنيك اللي انا عامله في الديزاين. عامل لون السما نفس لون الباك جراوند، فبان كأن ايه، في شق كده في مخه او سوري في دماغه يعني. خلاص الطريقة دي، بس دي التركاية. اوكي، طب عندي مشكلة تانية، الشعر باين عشان الصورة مش داخلة قوي في الراجل. كنترول تي، كبروها شوية من فوق، بس موضوع سوء سمبل بسيط يعني. خلاص، بس مش عايزه برضو يأثر زي ما قلنا على تحت، فهقف على الماسك وامسح الجزء تحت ده، مش عايزه في حاجة أصلا يعني. كده يعتبر الديزاين شبه خلص، ناقص شوية تحابيش بنحطها عشان يبقى زي كده. بصوا أنا هنا كمان أعمل إيه، أنا كمان ماسح من تحت. طب ما أجيب نفس الصورة تاني، أقف على الراجل كده وأجيب نفس الصورة هي دراج ودروب. بصوا كده التركاية دي، خليها هنا، يبقى جبت صورة نفس الصورة هي بس بكادر مختلف، خليها هنا مثلا. خلاص كده. اوكي، خليها فوق مش تحت، يعني خلي دي مثلا مقصرة، كليك يمين على دي، كليبنج ماسك، دي مقصرة على الجزء ده، ودي خليها فوقيها كده. هقول لكم دلوقتي هنعمل فيها ايه. التانية خليها تأثر على الجزء اللي تحت، يبقى طلعت الصورة الجديدة خليتها فوق مش تحت، بس مش اكتر. الصورة اللي لسه مدخلها حالا دلوقتي خليتها فوق اهي، بصوا اهي.
عشان لو دخلت جوه كده ممكن تلخبطني، تعمل لكم تخرج التانية يعني. بس عامة سواء فوق أو تحت هي الفكرة واضحة يعني. أهم حاجة يكون عندي الصورتين هما واحدة أصلا داخلة جوه الراجل، والتانية سواء تحتها وفوقيها هي خليها تحتها عشان ما لخبطكوش، تحتها عادي. فكده عندي الصورتين أهم، ليرين فوق نفس الراجل أهو، واحدة فيها كادر واحدة فيها كادر. أنا عايز الصورة التانية كادرها يكون عامل إزاي؟ كادرها المرة دي يكون فيه أكتر فكرة، مش الجبال والسماء، فكرة الدخان أو الكلاود، البخار، المية أو أيا كان ده اللي موجود ده اللي عايزه أكتر يبان دلوقتي. فهعمل برضو ماسك لللاير، وامسك فرشة وامسح. مين يقول لي؟ أنا سمعت حد قالها نمسح الجبال والسماء كده كده، عشان بس يسيب لي التأثير ده تحت. فهمتوا اللعبة ماشية ازاي؟ بصوا كده. طيب مش عايز كمان من الراجل، أنا برضه همسح في الراجل حاجات، مش عايز منه جسمه، فهقف عليه واعمل له هو كمان ماسك، وامسك الفرشة وامسح من الراجل شوية. مش عايز يبان منه قلنا جسم، عايز بس يبان ايه؟ مين يقول لي؟ ايه التأثير بتاع الكلاودز وتأثير السما وكل الكلام ده يعني. خلاص طيب كده الديزاين يعتبر خلص. نمسك كل الطبقات مع بعض. امسك اول طبقة اللي هي الراجل، وشيفت وكليك على اخر طبقة عشان يتمسكوا كلهم، وامسك اخليه مثلا في فوق شوية كده. برضه همسح في الماسك، اقف على الماسك بتاع الراجل، امسح بالفرشة شوية من اللي تحت ده مش عايزه في حاجة، وامسح شوية من الرقبة كمان يعني. برضه اللاير ده اللي هو الاولاني مخبي العين، خليها شكلها غريب. لو حد عاجبه كده خلاص، اتس اب تو يو يعني، هي الفكرة حسب ذوق المصمم. انا مش عايزة كده، اقف على الماسك بتاعها وامسك الفرشة برضه وامسح ده كده. طبعا يا جماعة الفرشة اعداداتها من فوق انا عندي مخفف الاوباست شوية 63%. لو حد عنده 100% عادي ما يخافش ما يتخضش يعني، عادي الموضوع بسيط. خليها مثلا، خليها افتحوا السهم كده وقللها شوية، خلوها 60 70 60 40 ايا كان براحتكم يعني. خلاص خلوها كده مثلا اوكي، وامسح شوية كده عشان يبين ملامح الراجل شوية. ماشي يا جماعة، دي كانت فكرة الديزاين. بس اللي زاد الموضوع حلاوة ايه؟ ان الالوان دي كلها لو ركزتوا على السوليد اللي حطيناه ده، هو من درجات الرمادي شوية. اللي رايح شوية، بصوا لو راح شوية على اليمين هيبقى درجات الازرق، فهو من درجات الازرق. في الديزاين التاني الاساسي اللي انا عامله، تحس ان الالوان كلها بقت بلاك اند وايت عادي. علموا على كل الطبقات بتاعت الراجل، وشفت وكليك على اول طبقه، امسكهم مع بعض، حطوهم في فولدر تحت كده، حطهم كده في فولدر بس، واعملوا فوقيهم adjustment، حاجه اسمها بلاك اند وايت، او حاجه اقوى هيو ساتوريشن. اشفطوا اللون من الصوره، افتحوا الهيو كده، فتح قائمه زي كده اهي، اسحبوا الساتوريشن على -100. ده اللي كنت عامله في الديزاين التاني. بصوا كده قبل، بصوا بعد، بس خليت الالوان كلها ساتوريشن او ساتوريتد، بقت كلها بلاك اند وايت، فزاد الموضوع حلاوه. واللي زاد الموضوع حلاوه اكتر يا حلوين، ان انا جبت من بره موقع PNG وينج، جبت كلاودز. استغل المساحه اللي فوق الفاضيه دي، استغل المساحه الفاضيه اللي فوق دي، احط فيها كلاودز. اقف على اول طبقه كده واجيب هجيب الكلاودز من هنا كده، تراك ودروب، تبقى فوق. في كلاود اصلا واخده ايه؟ تدرج رمادي ابيض واسود، فهتكون لذيذ قوي. حد حطها هنا، حد حطها هنا، موضوع اب تو بجد. انا بديكوا الدرس وانتوا براحتكم طبقوها از يو لايك. خلى منها نسخه تانية واحده كده مثلا، والت ودراج بالموف تول واحده جنبها، اللي انتوا حابين صغرناها شويه، اللي انتوا عايزين از يو لايك. برضه كده مش وحشه. تخيلوا الديزاين هو اعرف السر، واحنا كلنا عندنا ابداع يا جماعه. اي حد ربنا خلقه وبيفكر ودخل مجال الديزاين هيبقى مبدع كده كده. فاب تو يو براحتكم اللي انتوا عايزينه. كده الديزاين خلص، ناقص فيه اخر لمسه. عملت في الديزاين الاصلي فكره، بصوا حسوا ان في فلتر متطبق، في فلتر زي جرين كده ولا ايه، تيكتشر خامه ولا ايا كان. بس بقف على اول طبقه واعمل ايه؟ الت كنترول شيفت اي عشان اعمل الت كنترول شيفت اي عشان اقف على اول طبقه، واعمل الت كنترول شيفت اي عشان خاطر ادمج كل الطبقات في طبقه واحده عشان اديها تاثير نهائي. واخلي الطبقه سمارت اوبجكت عشان تاخد فلتر. اخش على الفلتر واختار كاميرا رو فلتر،
اللعب كله كان في بس 3 4 حاجات فقط يعني مش اكتر. خلاص، حاجة خاصة بالجرين، حاجة خاصة بالتكتشر، حاجة خاصة بالكلاريتي. دخلنا على قسم افكت. طبعا اي نسخة تشتغلوا عليها فيها كاميرا رو مفروض يعني. دخلنا على قسم افكت، اخترنا التكتشر زودناه شوية، بصوا كده. الكلاريتي زادت شوية برضو. الجهاز زودناه سيكا، هو مش بيأثر قوي بس ساعات بدي جمالية، بصوا بدي روح، بصوا قبل بصوا بعد، ادى روح شوية. اهم حاجة الاتنين دول، الفينتج او الفيجنت، يعني هي اسمها، بنسميه تأثير الفينتج، اللي هو تأثير زي هالة جريدينت كده حوالين الديزاين. بص كده من على اليمين، بص كده على الشمال، بص عمل ايه. انا مش عايزه قوي فممكن اخليه كده شوية. اهم حاجة الجرين بقى، بصوا ازوده شوية كده، يديك بصوا ايه، ركزوا كده من قريب، هكبر شوية، يدالكوا التكتشر الخامة دي. فاحنا كده اقول لكم مبروك، خلصنا الديزاين، خلص خلاص اهو. اعمل اوكي بس كده. طبقوا الموضوع على الصورة دي، على صورة تانية، على أي فكرة تعجبكم، الموضوع خلاص بقى إيه، مفهوم، السر اتكشف يعني. ماشي. وتابعوني واعملوا سبسكرايب لايك كومنت، عشان يا جماعة الحاجات دي والله بتفرق مع أي صانع محتوى، تفرق جدا. هي مش بتكلفكوا وقت يعني، لما اكتب كومنت لحد، او اعمل بس لايك، او اعمل شير مثلا، الحاجات دي مش بتكلف الشخص الطالب حاجة او اللي بيتعلم حاجة، بس بتفرق قوي قوي معانا احنا كصناع محتوى. خلاص، بس فربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين.